ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله للاسف كلنا بنحب ناكلها في الشارع، ولكننا ما بنبقاش عارفين ده ايه، عاملينه ازاي ولا ضامنين نظافته، لكن هنعمله في البيت النهارده واحنا عارفين ان هو نضيف، ضامنين ان هو مخ حقيقي مش متضاف له اي مكونات احنا مش عارفينها. هنجيب قطعه المخ وهنبدا ان احنا نقطعها، وعايزه الشرايح ما تكونش سميكه قوي وما تكونش رفيعه علشان احس بطعمه لما اجي اكل. خلصت تقطيع المخ، هبدا بقى ان انا اعمل التتبيله بتاعته. هنزل على المخ ببصلايه كبيره مفرومه ناعم في الكبه، ومعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهبدا ان انا امزج كده المخ مع التتبيله كويس. هنسيب بقى المخ في التتبيله مش اقل من 3 ساعات، ولو سبتيه من بالليل في التلاجة يكون احسن برضو. بدات ان انا احضر بقى الكفر اللي احنا هنغطي بيه المخ. هجيب بيضه وهتكون عليها رشه ملح بسيطه ورشه فلفل بسيطه، ومعايا طبق فيه بقسماط مطحون هضيف عليه معلقه كبيره من الدقيق. اول ما اغطي الكفر بتاع المخ هبدا ان انا انزل بيه على طول في الزيت. اول ما ياخد لون من الناحيتين هبدا ان انا اطلعه